الأدبي والنقد الأدبي المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. وقبل أن يطوف بنا في نقده لدي سؤالين. يعني أعلم أن حضرتك قرأت رواية مرة واثنتين وثلاثة وكان لك رأي فيها بعد طباعتها في الطبعة الأولى وقبل الإعادة في الطبعة الثانية. فالسؤال الأول: ألم تخشى على هذه الرواية من كثرة شخوصها؟ ده سؤال الأول. السؤال الثاني: هل تتوافق اللغة السردية والبنية السردية لهذه الرواية مع الحقبة التاريخية التي كتبت فيها؟ ولك أن ترد في البداية أو في النهاية، يعني كما طيب. يحلو لك دكتور، وأهلا وسهلا. بداية أنا السؤال الثاني. تحية الأول للدكتور محمد علي. شكرا. السؤال الثاني الذي طرحته الأستاذة غادة صلاح الدين سؤال عبقري. لماذا؟ لأن هذه الرواية تستخدم لغتين تزاحم كل واحدة منهما الأخرى. اللغة العربية المعاصرة التي ليس فيها تقعر، لكن الرواية مزدحمة بمفردات وكلمات من العصر المملوكي، يعني محتاجة إلى لا مش معجم، مش محتاجة لمعجم، مش محتاجة لمعجم، محتاجة لعالم بالتاريخ. وأنا شخصيا بدا لي إن الأستاذ سيد جعيطم لو أن واحدة من القنوات الفضائية العربية أتيح لأحد أفرادها أن يقرأ هذه الرواية، أنا مقتنع أنه سيستدعى لإذاعة حلقات أسبوعية عن العصر المملوكي. العصر المملوكي من خلال الكتب التاريخية المدرسية في الجامعة وفي المدارس صورته صورة شائعة كريهة جدا، لكن هذه الرواية يعني صنعت قالبا من التشويق. يعني ان الدكتور أمير الشبل يعترف للمرة الأولى، هو طول عمره بيعترف انه مش ناقد، لكن انا مع الأستاذة غادة امال انت جاي هنا تعمل ايه؟ تمام. كون أمير الشبل يقرأ الرواية مرة ومرتين وثلاث مرات، معنى هذا أن هذه الرواية مغرية بالقراءة. وأنا لم ألفي كتابة يعني أدبية تحبب إلينا التاريخ وتزينه في قلوبنا بعد كتابات المؤرخ العظيم اللي هو مؤنس، اسمه ايه؟ حسين مؤنس، إلا هذه الرواية. يعني حسين مؤنس يغرد وحده في فضاءات لا يزاحمه فيها أحد، ثم أتى سيد جعيطم عشان يزاحم حسين مؤنس. لكن أرجو أن تأذنوا لي بعد إذن أستاذة غادة، أرجو أن تأذنوا لي سيداتي سادتي أن أتقدم بالشكر الجزيل لهذا الصالون، صالون غادة صلاح الدين. لماذا؟ لأن صالون غادة صلاح الدين مر على تدشينه 7 سنوات. أنا عرفت غادة صلاح الدين، أنا عرفت الحياة الثقافية خارج أسوار الجامعة من خلال غادة صلاح الدين. إزاي؟ هقول لكم. فإن لهذا الصالون أفضالا علي أنا شخصيا على شخص الضعيف، لأنه قبل صالون غادة صلاح الدين أنا لم أكن أعرف شيئا عن الحياة الثقافية، لا عن الصالونات ولا عن الأندية الأدبية ولا كذا، إذ كان هذا الصالون بمنزلة النافذة التي أطللت منها على الأنشطة الثقافية خارج أسوار الجامعة. ففي مساء يوم الأحد 21 من شهر أبريل
يعني قبل 3 أيام من دلوقتي. ففي مساء يوم الأحد 21 من شهر أبريل عام 19 و2000 إذ عقد المؤتمر السنوي الأول لصالون غادة صلاح الدين في مقر حزب التجمع بالقاهرة. تعرفت يومها على الأستاذة غادة صلاح الدين للمرة الأولى، وقد مضى على هذا التاريخ 6 أعوام، ومن ثم فأنا في كل أنشطتي الثقافية سواء في هذا الصالون أو في صالونات أخرى مدين لهذا الصالون وصاحبته، وسأظل على هذا العهد بيني وبين نفسي ما دامت السماوات والأرض. شكرا تاخدوا النظاره بتاعتك معانا؟ لا النظارة ايه ده؟ انا نضارتي انا كنت هذه الليلة اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الشوكولاتة بقى تيجي هنا عشان نبدأ احنا. هو انا اصلا يعني عشان انا نفسي في الشوكولاته فمش هركز في اللي قدامي ده. ما هو بس بعد هنوزع في الاخر. هذه الليله ليلى مش معديه ليلى. والله ام كلثوم قالت هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآتي. هذه الليلة ليلة سيد جعيطم. هذه الليلة نحن بإزاء منشأة أدبية مرهوبة الجانب لا تشبع منها عين فنان ولا روية أمير. تمام؟ يعني كده شقة أدبية ايه؟ لا تشبع منها عين فنان ولا روية حكيم. وحكيم هنا معناها القديم الطبيب. فكن أمير ساب اللي وراه ده أمير عمل عملة النهاردة أجازة في الدولة. خلاص يا دكتور محمد الله يفتح عليك، خلاص بلاش فضايح خلاص. فساب البيت وراح يقرا في الرواية في حتة تانية. لا انا النهارده نسيت ان اجازه ورحت الشغل. والله العظيم. معاك طيب عنده سؤال يقول. الحقيقة أن يعني أنا أرى أن صاحب هذه الرواية قادر قدرة لا تحد على أن يحبب إلى الناس التاريخ ويزينه في قلوبهم من خلال واحدة من القنوات الفضائية. ثم ماذا؟ الأستاذة غادة صلاح الدين قالت كلمة في منتهى الذكاء، وهي تحاور الأستاذ سيد جعيطم. سألته سؤال بذكاء شديد جدا، يعني هو أنت هربت من الواقع للتاريخ ولا استدعيت التاريخ رغبة في أن يكون شاهدا على ما نحن فيه من ضيق وشدة وتشتت وتشريد؟ وقالت هي نفسها، قالت كل ما أقلته الرواية من تآمرات ومن خيانات وبالمناسبة المنطقة الجغرافية التي وقعت على متنها الأحداث في قلب الرواية هي المنطقة الجغرافية المأزومة الآن، منطقة الشام والمكان اللي احنا فيه. لكن احنا عادة في صناعة النقد السؤال الأول المطروح: لماذا يكتب الكاتب عملا أدبيا؟ والسؤال ده يستهدف البحث عن موقع العمل الأدبي بين البواعث والغايات. البواعث التي تأدت به إلى أن يهرع إلى الورقة والقلم، والغايات التي يستهدف الوصول إليها. المناطق الجغرافية التي كانت مأزومة في زمن الرواية هي نفسها المناطق الجغرافية المأزومة الآن.
كان لابد أن يكتب سيد جعيطم هذه الرواية، لأن سيد جعيطم البادئ أمامكم هادئا فيه غليان من الداخل، وثمة غليان آخر في زميل له، لأن اللي خاضوا الحرب أشرف وأعظم حرب في العصر الحديث خاضتها مصر، يعني وكانت مصر بتمر بظروف زي اللي بنمر بها دلوقتي. كان أفراد القوات المسلحة الناس بتتريق عليهم، وخلي بالكم الشعب المصري ده شعب ما بيرحمش، الشعب المصري ده شعب لا يرحم، تمام؟ فاللي حصل انه كان لابد ان يكتب سيد جعيطم هذه الرواية، لأنه واحد من قادة حرب أكتوبر المجيدة. خلي بالكم سيادة اللواء محمد عبد القادر والضابط سيد جعيطم هم الناس ما كانوش بينزلوا اجازات اصلا، ما كانوش بينزلوا اجازات، كانوا محبوسين في ثكنتهم العسكريه. طيب، لانه واحد من قاده حرب اكتوبر المجيده، ومعنا قائد اخر هو سياده اللواء محمد عبد القادر. ومن عجب اننا اذ نناقش روايه المملوك الخائن هذه الليله ان يكون اجتماعنا في هذا المكان الذي أشارت إليه الأستاذة غادة، وكان الرئيس بيجي هنا، أن تكون هذه المناقشة في عيد تحرير سيناء النهاردة، في عيد تحرير سيناء، بعد أن خاض المصريون معركتين، أولاهما المعركة العسكرية، وأما التي كسرت إرادة العدو المتغطرس في 6 ساعات، ثم المعركة القضائية التي انتهت باسترداد آخر شبر من سيناء. ومن المشاهد الحاضرة في الذاكرة إنه في مثل هذا اليوم كان الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر يؤم طائفة من القادة ومن كبار رجال الدولة فوق جبل الطور في سيناء، وكان ممن يصلي خلفه البطل محمد أنور السادات والبطل محمد حسني مبارك من بين أبطال آخرين كثيرين. فكون الشواهد دي كلها تجتمع على هوامش هذه الرواية، يعني هذا توفيق من الله وتوفيق لهذا الصالون وصاحبة الصالون. طيب، خليني بقى أخش معاكم كده في دهاليز الرواية. أنا هقرأ فقرة، ما احنا مش هنقعد نتكلم عن الرواية وما نقراش فيها حاجة. الفقرة دي بتقول إيه؟ أولاً إهداء الرواية لمصر، إلى وطن مصر جاهدت لأجد كلمات تعبر عن حبي لوطن مصر، فلم أجد كلمات أبلغ من كلمات مصر، وهي تتحدث عن نفسها بلسان شاعر النيل حافظ إبراهيم. والأبيات اللي اختارها ليها علاقة بالواقع. طولة ما مصر موجودة هتفضل المنطقة على قيد الحياة، لو حصل شيء وبقابلني في البلاد كلها. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي، إن لغاية ما يقول أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جند. باريس اسمه ألكسندر تشيرونيسكو، الراجل ده اهو سفير وبيحب الأدب زي أمير اهو. على فكرة أمير ده في منتهى الخطورة، يقعد يقول لك أنا مش ناقد، وله 20 سنة عمال يقول لك أنا عندي 65 سنة، وال 65 سنة دول ما بيزيدوش، يعني هما ما بيزيدوش. استنى بس. فاللي حاصل إيه بقى؟ إنه الأمير حبيبي طبعا وصديقي رجل علم، لكن الدكتور أمير الشبل ده زيه زي ناس كتير موجودة هنا، ومنهم الأستاذ سيد جعيطم
ومنهم سيادة اللواء محمد عبد القادر من بين آخرين كثيرين. دلوقتي الناس دي بتعمل في الحقل العلمي، صح؟ كتب الطب، كتب صناعة الطب اللي بيطالعها الدكتور أمير الشبل دي مقصور مطالعتها على الأطباء فقط. طيب، لكن أمير الشبل وغيره وسيد جعيطم وغيره هؤلاء لهم وظائف تانية، لكن عندما تدركهم حرفة الأدب فإنما شأنهم كشأن النبي إذ يقول، وربنا اللي يقول له قل إنما أنا بشر مثلكم. طب إيه الفرق؟ يوحى إليه. فباستثناء الوحي النبي واحد من الناس، ما طلع قاعد يقول لك إنما أنا وهو مش مقطوع من شجرة. النبي من عيلة رهيبة قريش، لكن قال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، ويعتد بأمه ويعتز بيها. فسيد جعيطم عايز يقول هو والدكتور أمير الشبل واللواء محمد عبد القادر وآخرون إنما أنا بشر مثلكم، ويجي بعد كده الجانب الوظيفي بتاعه. فهو لماذا يكتب أمير الشبل؟ هل يكتب من حيث كونه طبيبا ولا من حيث كونه إنسانا؟ لماذا يكتب سيد جعيطم؟ هل يكتب من حيث كونه يعني له مهنة معينة ولا من حيث كونه إنسانا؟ هو يكتب من حيث كونه إنسانا. لماذا؟ لأن الأدب الذي يكتب غذاء لكل البشر. هو قال أبيات أول ما بدأ يقرأها الطبيب ويقرأها الجيولوجي ويقرأها المهندس ويقرأها الضابط ويقرأها العسكري بالنظام ده كده. فهذه الأعمال الأدبية التي نصطف حولها هي الجامعة التي توحد قلوبنا ومشاعرنا ومشاكلنا وهمومنا وأفراحنا. ألكسندر تشورينسكو طرح سؤال بيقول ما الغايات والمقاصد من وراء صناعة الأعمال الأدبية؟ وقعد يقول في الكتاب اللي موجود معايا ده، يقول إن البشرية من أيام أرسطو لغاية النهاردة في صناعة النقد لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. فكل ما قاله أرسطو وكل ما قاله كل من جاء بعد أرسطو، احنا بنقرأ الأعمال الأدبية عشان نستهدف أمرين اثنين. الأمر الأول المتعة اللي حضرتك قلت عليها السلطنة، والأمر الثاني الفائدة. طب الرواية دي فيها متعة؟ أهو الدكتور أمير قال مليانة بالمتعة وأنا أؤيد كلامه. وكل اللي قرأ الرواية امبارح كان معانا لواء كنا بنناقش اللواء أحمد أمين، قال ده أنا مسكت الرواية دي ما سبتش فيها ولا حرف وكده. طب هل الكتاب فيه فايدة؟ الأستاذة غادة قالت إنه مطرع بالفوائد المخفية اللي محدش يعرفها. تمام؟ الرواية حققت هذين الجانبين. والرواية دي أيضا أنا معايا كتاب تاني لواحد أمريكاني اسمه إنريكي أندرسون إمبرت، بيتكلم في الكتاب عن العلوم التي تدرس الأدب. وأنا ممكن أقرأ قصيدة، والقصيدة دي بس يعني الناقد يخش فيها ويقعد يحولها لشغل مدرسي، لكن في أعمال أدبية تنكفئ عليها طائفة من العلوم. الرواية دي مفيدة للمتخصصين في صناعة السياسة، سيجدون فيها متاعا لهم، وعلماء الاجتماع وعلماء النفس. والله العظيم أنا كتبت حاجة، أنا كنت بقول له هي يعني حد من أهل بيتك هيجي، قال قول اللي أنت عايزه ما تخافش من حد. حكم أنا فلاح وأنا مش عارف أتخلص من حكاية إيه ما لا المدام أنا عارف إن هي يعني. فاللي حصل إيه بقى؟ إنه الأستاذ سيد جعيطم هو مش سهل خالص، مش سهل خالص. راح جاب خاير بيك ده اللي المصريين قالوا عليه أو قال عليه طومان باي خائن بيك، ورجع المصريين واحدة ست اتعرضت لأذى
تعرضت لأذى. طب انت بدل ما تحميها منعت ان الستات يخرجوا، فطلع المصريين وقالوا هو ما قدرش على الحمار وقدر على الايه؟ على البردعة. طب تمام، والله العظيم انا بيني وبين نفسي وبفضح نفسي، انا قلت هو الراجل ده مملوكي؟ والله العظيم 3 انا ظننت ان هو من اصول مملوكيه. وبالمناسبه انا من الفوائد اللي انا استفدتها من الروايه دي ان عندنا عائلات كبيره جدا في الشرقيه، انا تاكدت بعد قراءه الروايه ان من اصول مملوكيه. عيله التمرزه عندنا عيله كبيره جدا في الشرقيه وفي منطقه صانع الحجر بالمناسبه، خدت بالك؟ انا ما كنتش اعرف ان سور الازبكيه ده سببه الامير ازبك، من بين اشياء كتيره جدا. طيب، فالروايه دي على مسؤوليتي من شأنها ان تكون ارضا مشتركه ينكفئ على التأمل فيها ودراستها طائفه من العلوم تزاحم علم النقد الادبي. ده امر. الامر الثاني برضو، وهي غدا دي مش سهله على فكره، غدا دي مش سهله. اشمعنى البتاع مليانه؟ هي سالتني سؤال الاولاني، البتاع مليانه شخصيات، واشمعنى انت ما اخترتيش غير مصر باي وخاين بيك؟ لان الراجل ده لما اتكلم عن مصر باي ديا، انا والله العظيم معايا كتاب امريكاني هنا، الكتاب ده انا جايبه. اللي خلاني ارجع للكتب دي ايه؟ انا بقرا عمل ادبي غير مألوف، عمل ادبي مكتوب بدقه متناهيه. ممكن واحد يقرا الروايه فيها تفاصيل كتيره جدا، كل شيء عن حياه المماليك اللي هو الجهاز الاداري للدوله والجانب القضائي والبوليسي والعسكري كله، وممكن يتوه. لكن الاستاذ سيد جعيطم الجمله الافتتاحيه، انا اخلع على هذه الروايه طائفه من العناوين المهمه. من بين العناوين دي الروايه فيها ظاهره بلاغيه مجدها العرب اسمها براعه الاستهلال. انتوا عارفين للي بيكتبوا روايات وقصص، اصعب جمله على الاطلاق الجمله الاولى. اصعب جمله على الاطلاق الجمله الاولى. انت اذا ربنا فتح عليك وخبطت الجمله الاولى خلاص العمليه هتمشي. لما يكون عمل ادبي اول ما يبدا العمل ده، شوفوا بصوا معايا، شوفوا بيبدا العمل كده: ستموت زوجتك، اعوذ بالله، ستموت زوجتك، سيظل موتها معلقا برقبتك. يخرب بيتك، يعني انت هو اللي هيقتلها؟ ستخرج بأولادك ال5 لبلاد لن تستقروا بها، أعوذ بالله. بعدها يرحل أولادك لبلاد أخرى يستقرون بها ويكون لهم فيها شأن كبير، ستعود من دونهم، يعني كده ضاع منه الزوجة وضاع العيال. لن تذرف على من يموت منهم دموعا، ايه القسوة دي؟ شبيهك منهم سيؤثر في حياة أمة عظيمة لن يتفق عليه البشر، ستلاحقه دعواتهم حتى مماته. الجملة الأولى، الكلام ده كلام عرافة، والكلام ده هو نقطة الارتكاز اللي قامت عليها صناعة الرواية كلها. الرواية كلها كل فترة تحس كده انه هو عمال يحدفنا على متن بلاد من عند بلاد القوقاز لغاية ما جينا مصر، ويجيب لنا تفاصيل صغيرة جدا وكثيرة جدا، لكن كل شوية الوادي المأزوم ده اللي اسمه خاير. وبالمناسبة كلمة خاير دي اسم على مسمى. خاير يعني خائر، الخائر ده يعني المنهار كده على طول. والخائر ده مين؟ ده الجبان اللي ده اكتر واحد اتبهدل في الرواية دي من اولها وهو صغير، كان بيصلبوه على شجر التوت وكانت الكلاب بتطرده، هو خاير ده. الجملة اللي معايا دي بتبدأ بالموت، ستموت، واخرها حتى مماته. احنا عندنا ظاهرة بلاغية تانية غير براعة الاستهلال، اسمها انت عارف لما بتجيب الكلمة في اول البيت الشعري وتجيبها في اخر البيت، دي اسمها ايه؟ لا، اسمها في البلاغة في علم البديع
اسمها ايه؟ لا 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 سبع العمر اللي هي قول ايه؟ قول كده. رد الصدع على العمر اللي هو رد العجز على الصدر، اسمها رد العجز على الصدر، يعني رد آخر البيت على أوله، رد العجز على الصدر. أنا الرواية اللي موجودة معايا دي أول كلمة فيها الموت وآخر كلمة فيها الموت. أول كلمة فيها الموت وآخر كلمة فيها الإيه؟ فيها الموت. وبعدين أنت هتلاقي كلام العرافة ده موجود معانا كل ما تمشي في طريق تلاقي في وشك كلام العرافة، كل ما تمشي في طريق يبقى معنى كده اللي كتب الرواية دي كاتبها بمزاج، هو عارف بيعمل ايه، هو عارف بيعمل ايه. وبعدين هو عمل عملة تانية، سلط الكلاب على خاير من اول الرواية الاخيرة، سلط الكلاب على خاير. الكلاب دي حتى انا كتبت كده في كلمة عندي، كتبت خاير ده عدو الكلاب، لان الكلاب بطول الرواية عمالة تنهش فيه. خدت بالكم ليه؟ ولما مات ما مشيتش وراه غير الكلاب، ما مشيتش وراه غير الكلاب، والكلاب بتنهش فيه لان ده من هو. وبعدين خاير ده انسان فظ غليظ القلب جاء في الطبع. لما امه ماتت بالسم حس بانتشاء عنيف جدا، لما اخوه عقروا الكلب حس بسعادة رهيبة جدا، لما هو سمي الكلاب حس وقال لابوه اشتري لي عبد، واشترى له العبد وجاب العبد ده. وكل متعة خاير ده ان هو يقعد يضرب في مين؟ يضرب في العبد. لما جاء في يوم والعبد ده مسكه رزعه وعلقه محترمة جدا، وجاء قعد يتودد الحارس بتاعه قال لي ارجوك اوعى تجيب سيره لحد، ما تفضحناش، يعني خلي الطبق ايه مستور. لكن طبعا في مشاهد كتيره جدا ممكن اقرا منها، مسموح لي ولا مش مسموح؟ طيب بصوا معايا في حكايه الكلاب بقى. بالمناسبه اسم خاير ده اسم الست اللي الاستاذه غاده اتكلمت عنها اللي هي مصر باي، ورد في الروايه 153 مره، لكن اسم خاير ده ورد 669 مره. 669 مره ذكر فيها اسم خاير في الروايه يا استاذنا. انت يعني متجاهل كده ليه؟ انا ما عدتش. ما انت تكتب واحنا نعد، انت تكتب واحنا نعد. فشوفوا بقى موضوع الكلاب. بصي وادم اللي هي البنت اللي هي الدم على ايدك؟ والله العظيم على ايدي. على فكره انا بعد على ايدي. ليه بعد على ايدي؟ لان انت لو اسلمت التكست النص للكمبيوتر وقلت له عد بيعد غلط، بيحسب لك الفاصله كلمه وبيحسب لك النقطه كلمه. وانت جرب كده وسلم على الوورد كده نص للكمبيوتر وشوفوا هيعدها تحت ويقول لك كم كلمه، وعدهم انت بايدك هتلاقي الفرق كبير قوي. يعني اكبر حاجه ما عندهاش ذمه ولا ضمير هو الكمبيوتر في عد الكلمات. طيب نيجي بقى لموضوع الكلاب. شوفوا معايا مشاهد يعني بس كده، صفحه 32 و33. صارع ملباي بإحضار سكين أمسك به الطاهي، والواد طبعا كان عايز يسم مين؟ طومان باي. وحط سم في الأكل، حط سم في الأكل. فالطاهي لاحظ وبدأت بشاير خناقة وجرى استدعاء ملباي اللي هو أبو مين؟ أبو خاير. طيب سارع ملباي بإحضار سكين أمسك به الطاهي ومنعه، أخذ قطعة من اللحم من القدر الذي وضع به خاير ما كان باللفافة، وضعها أمام كلب. أكل الكلب قطعة اللحم. بعد برهات صغيرة بدأ الكلب يعوي ويتلوى من الألم. تأكدوا من أن ما وضعه خاير كان سما لقتل طومان باي. كان خاير يراقب الكلب وهو يتلوى من الألم فوق الأرض. تذكر أمه وهي ملقاة على الأرض ببيتهم بقرية كذا وتتلوى من شدة الألم حتى أسلمت الروح.
طب تعالوا معايا لصفحة 267. 267. وبالمناسبة هو بيقول لك أنا محافظ على التاريخ، هو محافظ على التاريخ لكن صناعة الكلاب دي من عنده هو، لأنه الكلاب دي لو كانت موجودة في كتب التاريخ كانوا قالوها في خطب الجمعة، فهو اللي عاملها العملة دي. شوفوا صناعة طفولة خير بيك نفسها، صناعة طفولته عبقرية من المؤلف، لأنه ما عندوش سلب. لا، وانك احيانا تتعاطف معاه واوقات كتيره تكره. هو بنى طفولته على. وبالمناسبة أنا في حاجة أنا عايز أقول لكم عليها، وأرجو إن أنتوا تسمحوا لي إن أنا أقرأ كلام أنا كاتبه، وده برضو يعني استدراك على الرواية. أرجو بقى إن أستاذنا يعني إن شافوا إنه ينفع أهلا وسهلا، ما شافوش الأرزاق على الله. إيه بقى يعني المشكلة يعني؟ أنا قلت إيه بقى؟ المصريين دول في أوقات الأزمات احذر الشعب المصري ده. الشعب المصري ده انت تحسن اليه مدى الحياه، لكن لو جيت خنته في لحظه هيدوس عليك، هيدوس عليك. مفيش شعب. انتوا عارفين اكتر حاجه انا اتعلمتها من خطب جمال عبد الناصر ايه؟ انه يستحث المصريين ان هم يكون عندهم كرامه وعندهم اراده. عندهم كرامه وعندهم اراده. شوف يا استاذتنا، انا هقرا حاجات اهو، لو عايزه تبطليني والله العظيم انا مستعد اقعد اتكلم لغايه بكره الصبح، بس انا خليني كده ايه. انا قلت كان حقيقا بهذه الروايه في مواجهه الصوره الذهنيه الشائعه الكريهه لخير، كان حقيق بالروايه ان تتضمن جوانب من شمائل المصريين وردود افعالهم في هذه المواقف في السراء وفي الضراء، وأن تحمل الرواية شرائح من دهاء الشخصية المصرية وبهائها وذكائها ونقائها ورباطة جأشها وطول صبرها وقوة أيدها وضيق صدرها ومناقبها ومقالبها وعجائبها وغرائبها ومفاجآتها التي لا تنفد وقدرتها الفائقة الرائقة التي لا تحدها حدود على صناعة الضحك من قلب النكبات. هو مفيش شعب فوق الأرض وتحت السماء بيبقى عنده مصيبة الصبح ويحولها النكتة آخر النهار إلى المصريين. مفيش حد غير المصريين، هم دول بس كده. تمام؟ طيب لا تحدها حدود على صناعة الضحك من قلب النكبات وتحويل البؤس إلى بأس واستبدال القوة باليأس، وهذه خلة اختص الله بها المصريين وفضلهم بها على كثير من العالمين لا يزاحمهم فيها من حيث القوة. انتوا عارفين سنة 2011 أنا كنت في ميدان التحرير في فندق اسمه سيميراميس، وكان التلفزيون الإسباني بيذيع النشرة من الفندق ده، وكانوا جايبيني عشان أترجم لهم وكده. هم كانوا بينقلوا إيه؟ والله العظيم ثلاثة، كل اللي كان التلفزيون الإسباني بينقلوا وأنا كنت بترجمه لهم النكت اللي المصريين كاتبينها. على المصريين مش كاتبين حاجة أظن فيها تجهم في الميدان. واحد يقول له الله يخرب بيتك أنا عايز أروح، أنا ما استحملتش ليا أسبوعين. واحد يقول له ده أنا مش عارف أنا خاطب عايز أقبل. المصريين ما كانوش معلقين حاجة غير النكت في الميدان، ما فيش كلام تاني غير النكت في الميدان. كل وسائل الإعلام العالمية. وبعد كده جم في إسبانيا بعدها حبوا يعملوا في ميدان اسمه ميدان الشمس محاكاة للي حصل في ميدان التحرير، لكنهم فشلوا. ليه؟ لأن هم ما عندهمش مناقب الشخصية المصرية دي. تمام؟ فأنا قلت إنه وهذه خلة اختص الله بها المصريين وفضلهم على كثير من العالمين لا يزاحمهم فيها من حيث القوة والاقتدار شعب آخر من شعوب الأرض، فإنهم لا يهونون بهذه الخلة التي اختصهم الله بها على أنفسهم ما هم فيه من ضيق وشدة وتشتت وتشريد، وإنهم لا يجعلون من الفسيخ شرباتا كما يقولون، ويهزمون الشدائد ويهدمون النكبات مش بالنبابيت والهروات وإنما بالضحك وصناعة النكات. آخر حاجة هقولها، وما هيش آخر حاجة أنا كاتب، والله العظيم أنا كاتب كلام فظيع هقوله للعيال في الجامعة بقى. شوفوا صناعة شخصية البت دي اللي هي اسمها مصري باي،
البت دي فيها سهوكة، اولا فيها جمال رهيب جدا، وجمال طوب الارض كان يعني قدام يعني لا سبيل الى مقاومة الجمال الرهيب اللي كان عند مصر باي. لكن مصر باي زي الكتاب اللي هو الاحمر الامريكاني اللي موجود معايا دي، ايه اقوى اسلحة المرأة بالاضافة للانوثة؟ الدموع. البتاع دي يا دكتور امير، البت تقعد تستدرج وتيجي بدهائها وذكائها وتيجي تقول للواحد من دول اصلا انا عبده وانت مش عارف ايه وانت متاح لك الحريه وانا ما عنديش حريه وانا ما ادري ايه وكذا وانا كنت بتمنى وهات يا دموع. يقوم الناس كلها ترق. وبعد كده اكتر واحده اتجوزت في الروايه هي مصر باي. تمام. ما فيش واحد يعني الاسماء كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طوفت بنا تطوافا ضافيا حول هذه الرواية المملوك الخائن، ومن بعض ما لاحظته في قراءة هذه الرواية انك يعني انا مثلا كنت دايما اسأل نفسي ليه مهرجان الطبول في القلعة كل سنة؟ يعني جت منين الفكرة؟ فعرفت الإجابة من هذه الرواية إن في حاجة اسمها أميرة طبلخانة أو طبلخانة. الطبلخانة دي إن الأميرة ده اللي متاح ليه إن يبقى عنده ناس أو عازفين يدقوا الطبل. وأميرة يعني فيهم 10 الطبول بمستويات 10.